كيكو شواركم. مش عارفه انا زهقتكم بالقميص الاسود ده صح؟ بس والله شياكه. انا مش شاطره في الانجليش قوي، مش بعرف انطق الكلمات الانجليش قوي، بس انا هجيب لكم اسم المرض اللي انا هتكلم عنه. المرض دوت انا اكتشفته في ناس كتير قوي انا بتعامل معاه في حياتي اليوميه. الكلام بمعنيين، بيتقال لك الكلام وانت لما تيجي تفهم معنى وتحس ان المعنى ده متناقض معاك، هو يقول لك لا انا كان قصدي المعنى التاني، وهكذا. انا حصلت معايا واحده صاحبتي اسمها هبه، بنت حلال قوي. كنت انا تعبانه، ففي بينها وبين خطيبها مشاكل بسببي، فقال لها ايه، تروحي لها فين ومش تروحي لها فين، اعملي لها بلوك ومش عارف ايه، مفيش نزول من البيت وكده. قالت له لازم اروح. الله يرحمها جات لها جلطه وهي بتعمل عمليه، والله العظيم. فقلت لها الله يرحمني، انت عبيطه، انت بتقولي عليا؟ قالت لي لا، ربنا يرحمنا دنيا واخره، وربنا يرحمنا كلنا احياء واموات. انت اللي فهمتي كده. بالنسبه لكلمه الجلطه بقى وربنا افتكرها في العمليات دي، ملناش دعوه بيها، عادي هنعديها، هبه هبله.